السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلابنا الغاليين، طلاب الصف الأول الثانوي؟ نكمل مع بعض كده المذاكرة بتاعت باقي الدرس اللي احنا وقفنا فيها عن المرة اللي فاتت عن دورة المياه الطبيعية أو الدورة الهيدرولوجية. هنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة التركيب الكيميائي، وهناخد قطبية والخواص الكيميائية قطبية المياه، وهناخد التميز، وهناخد التوازن الحمضي القاعدي. يلا بينا عشان ما نطولش عليك في الفيديو، يلا بينا. اسمع يا باشا، اول حاجه بيقول لك عندك التركيب الكيميائي للميه. الميه بتتركب ليها من ايه؟ الميه بتتركب ليها العنصر بتاعها او الجزيء بتاعها اسمه H2O. الصيغه الجزيئيه بتاعتها H2O. جميل جدا. طيب يتركب ليها كده من كام عنصر؟ من عنصرين اتنين. عنصر زي عنصر الهيدروجين نسبته 2، ده بالنسبه للنسبه العدديه، والاكسجين نسبته 1 برضو بالنسبه للعدديه. طيب بالنسبه للحجميه هو هنا بيقول لك حجما برضو 2:1، لان احنا لما جينا قسنا الحجم بالنسبه للهيدروجين والاكسجين لقينا ان الهيدروجين ضعف الاكسجين. طب عرفت منين؟ عرفت عن طريق جهاز اسمه فولتاميتر هوفمان. الجهاز ده انت كنت واخده ليا في تقريبا سنة تانية اعدادي. فولتاميتر هوفمان ده هو اللي قاس ليا حجم الهيدروجين والاكسجين، طلع ليا النسبة بنسبة 2:1 حجما على الترتيب. يبقى لو النسبة عدديا يعني بالنسبة لعدد الذرات 2:1، طيب لو النسبة حجميا برضو هتبقى ليا 2:1. 2:1 ايه؟ هيدروجين الى اكسجين على الترتيب. طيب الاكسجين بقى بيقول لك النسبة الكتلية من كتلة جزيء الماء يمثل الاكسجين كام؟ 88 و89%. طيب الهيدروجين 11 و11%. وترتبط ذرتي الهيدروجين بذرة الاكسجين باثنتين. تعالى نفهم الارقام دي جت منين. بص يا باشا، لو انت مركز معايا كده واحدة واحدة، كان ايام زمان كان وانت في تانية اعدادي كده كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك لما تيجي تعمل عندي هنا ثانية واحدة، ازود كمان واحدة هنا كده. لما يجي يقول لك انت عندك مثلا الاكسجين ده بالنسبه لي كان له عدد كتلي وعدد ذري. طيب هنشوف كده، ادي اكسجين بتكتب له عدد كتلي وعدد ذري، الاتنين بيتكتبوا على الشمال. العدد الكتلي بيكون ليه اعلى، فكان عدد الكتلي بتاع الاكسجين 16، والعدد الذري بتاعه كان 8. حلو. طيب الهيدروجين العدد الكتلي بتاعه كان 1 وعدد الذري بتاعه كان 1. جميل جدا، 1 و1. جميل. طيب انت بتتكلم على مين؟ انا بتكلم على النسبة الكتلية للاكسجين والهيدروجين. منين يا باشا؟ من الماء. فالموضوع بسيط وسهل جدا. لو حضرتك عاوز تحسب درجتك اللي انت جايبها اخر السنة، فمثلا هقول ان عندي المجموع الكلي بيساوي 420، وحضرتك درجتك جابت 320، فعاوز تحسب ان النسبة المئوية للمجموعة تعمل ايه؟ 320 في 100 على 420، هيطلع لك ساعتها النسبة المئوية. هي نفس الفكرة. لما اجي اقول لك النسبة الكتلية من الماء لعنصر مثلا الاكسجين، فببساطة كده هتبقى كتلة العنصر في 100 على كتلة المركب. طيب المركب اللي هو مين اللي هو ال H2O. جميل. طب تعالى نشوف كتلة العنصر ده. احنا قلنا مثلا لو احنا هنجيب الاكسجين، فكتلة عنصر الاكسجين 16 في كام؟ في 100 على كتلة المية. انا معرفش بس اعرف اجيبها ازاي؟ مش المية H2O وانت عندك كتلة الهيدروجين ب1، يبقى 1 في 2 زائد الاكسجين بكام؟ ب16، يبقى 2 في 1 زائد 16 هيساوي كام؟ 18.
فراح حاسبها بالنسبة لي كده 18، يبقى 16 في 100 على 18 هيساوي كام يا باشا؟ هيساوي ليا 88 و89 من المية. يبقى أنا كده حسبت كتلة الأكسجين من كتلة المية عموما، 16 في 100 على 18. جميل جميل. طيب لو أنت عاوز تجيب بقى الهيدروجين، مفيش أسهل من كده. أدا الهيدروجين، الهيدروجين 2 في 1. اشمعنى 2 في 1؟ لأن الكتلة، العدد الكتلي بتاعه 1، ولكن هو داخل ليا بكام ذرة؟ بذرتين. في 100 على العدد الكلي الكتلي للمية بكام؟ ب 18. يبقى ساعتها هتساوي كام؟ 11 و11% من المية. فكده انا عرفت جبت النسبة الكتلية بتاعتي دي ايه؟ منين؟ نرجع تاني كده مع بعض ونشوف ايه الباقي. يبقى انا كده بلخص لك الدنيا اللي لما تيجي تذاكر. طيب هو بيقول لك بقى ان الاكسجين والهيدروجين بيرتبطوا مع بعض كده عن طريق رابطه تساهميه، والزاويه ما بينهم 104.5، الزاويه اللي موجوده عندنا. طبعا دي زاويه بالنسبه لي زاويه ايه؟ منفرجه. جميل. طيب هنعرف الروابط التساهميه دي اتكونت ازاي؟ عن طريق الخواص الكيميائيه دي. فبسيطه بقى، بيقول لك الخواص الكيميائيه: لا يوجد الماء على سطح الارض في صوره نقيه حيث يحتوي على العديد من الايونات. جميل جدا. الكيميائيه التي تتفاعل معها بطريقه مختلفه. كده في ايونات بتتفاعل معها بطريقه مختلفه، الا ادى لي الى ثلاث من الخواص الرئيسيه اللي موجوده عندي. اول حاجه اسمها قطبيه الماء. يعني ايه قطبيه الماء؟ هو بيقول لك القطبيه ديت يعني التوزيع الغير متساوي منين بقى يا استاذه؟ من الشحنات الكهربائيه، فبيؤدي الى قطبيه. طيب هو هنا دخل لك على طول وقال لك ايه؟ تمتاز ذره الاكسجين بارتفاع سالبيه الكهربائيه. طب ما هو يعني ايه سالبيه كهربائيه؟ يعني لما اجي اعرف لك كده واعرف واقول لك هو يعني ايه سالبيه كهربائيه، لما اجي اقول لك تعريف السالبيه الكهربائيه قبل ما اقول لك، هو قال لك ان الاكسجين اكتر من الهيدروجين والكلام ده كله. السالبيه الكهربائيه قال لك ان السالبيه الكهربائيه ديت هي قدره الذرة على جذب إلكترون الرابطة التساهمية ايه؟ لها. رابطة التساهمية لها. حلو الكلام. فيعني ايه بقى؟ قال لك هنا بقى يا باشا ان الاكسجين قال لك ان الاكسجين، خلاص بقى، قال لك ان الاكسجين اكثر سالبية منين؟ من الهيدروجين. فتفهم ايه كده بقى؟ بص على التعريف بقى. هي قدرة الذرة، يعني قدرة ذرة الاكسجين على جذب الكترونات الرابطة التساهمية لها، يعني هي تجذب الالكترونات اللي موجودة في الهيدروجين لها. فتعال نفسر الموضوع ده اكتر. بص يا باشا، لما اجي اقول لك هنا بص كده، انت فاكر الاكسجين ده مستويات الطاقة؟ لما اجي اقول لك عندك هنا الاكسجين، قلنا ان الاكسجين العدد الذري بتاعه كام؟ 8. فوزعوا ليا في مستويات الطاقه، ادي مستويات طاقه وادي مستويات طاقه، فوزعوا ليا في مستويات الطاقه. فعندي هنا الكترون وعندي 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 هنا الكترون. كده انا عملت كام؟ ادي 1 2 3 4 5. عندي هنا كمان الكترون. حلو كلام. طيب ده الاكسجين. طيب الهيدروجين بقى يا معلم، ادي الهيدروجين اهو، وادي مستوى الطاقه بتاع الهيدروجين، وادي الهيدروجين وادي مستوى الطاقه بتاع الهيدروجين. لان العدد الذري بتاع الهيدروجين زي ما انت عارف بيساوي 1. ادي العدد، ادي الالكترون وادي الالكترون. فايه اللي بيحصل بقى يا باشا؟ ان الاكسجين ده اهي قادره انها تجذب الهيدروجين ليها. تجذب مين بقى من الهيدروجين؟ الالكترون بتاعها، فتقربها ما تقرب ليها الهيدروجين منين يا باشا؟ من الاكسجين. وتقرب الهيدروجين ديت من الاكسجين. حتى لو انت واعي كده، هو الاكسجين فاضل لها كام الكترون عشان يكتمل المستوى الطاقه الاخير بتاعها؟ 2. فتجذب ليا الاثنين الكترون اليها. طيب الهيدروجين برضه هما بيشاركوا مع بعض لانهم بيكونوا ليه رابطه ايه؟ تساهميه، يعني كل واحد بيشارك بالكترون. جمعيه ودايره يا باشا، كل واحد بيشارك الكترون. طيب ولكن مين اللي بيجذب الالكترونات؟ مين اللي بتتقارب منه الالكترونات؟ هو الاكسجين. فلو انت فاكر كلمه اكتساب كنا بنقول فيها ان هو بياخد ليا الايون، بياخد ليا ان هو بتبقى بيحمل ليا شحنه سالبه. طيب كلمه فقد كان بيحمل ليا شحنه موجبه.
طب ليه سالبه؟ لان قلنا لو بكتسب يبقى بكتسب الكترون، يبقى بزود الشحنات السالبه. طيب لو بفقد يبقى بفقد الكترون، يبقى بقلل الشحنات السالبه، يبقى تزداد لي الشحنات الموجبه. طيب هنا ولا فقدت ولا اكتسبت؟ وانا فقدت ولا اكتسبت؟ قال لك والله ممكن ما تقولش اكتساب قوي، ممكن اقول لك سحب. يعني انا سحبت سحب كده. سحبت ايه بقى يا باشا؟ سحبت جزيء الهيدروجين او الالكترون بتاع الهيدروجين اتجاه ذره الاكسجين. فعشان كده بقول لك ان انا بالنسبه لي هنا رحت عملت ايه؟ قال لك انا شحنه سالبه جزئيه. مين اللي شحنه سالبه جزئيه؟ اللي سحب. مين اللي سحب ده يا استاذ؟ الاكسجين. طيب هنا بقى في الفقد، مين اللي فقد؟ اللي هو او اللي هو قرب ليا من الاكسجين الهيدروجين، فبنديله شحنه موجبه جزئيه. اشمعنى جزئيه؟ حاجه مؤقته كده. خلي بالك من حاجه، هيدروجين هنا كده شحنه موجبه، الهيدروجين هناك شحنه موجبه، هنا في الاكسجين شحنتين سالبه، لان هو انا اكتسب ليا كام الكترون؟ 2 الكترونات. فكون ليا الرابطه التساهميه دي نتيجه لجذب الالكترونات حوالين نتيجه لجذب الالكترونات الذره الى الكترونات مين؟ الهيدروجين. طيب التساهميه دي بقى عملت ايه يا باشا؟ ببساطه خالص كونت بعد كده، لو انا عندي جزيء هنا ميه، بص كده عندي جزيء ميه وادي هيدروجينه وادي هيدروجينه، وعندي هنا كده جزيء ماء، ادي الهيدروجينه وادي الهيدروجينه، وعندي هنا كده جزيء ماء ادي الهيدروجينه وادي الهيدروجينه. نتيجه للقطبيه اللي موجوده عندي هنا خلى ان ما بين جزيئات الماء يتكون لي رابطه بنسميها رابطه هيدروجينيه، والرابطه الهيدروجينيه دي مسؤوله عن حاجات كتيره قوي. طيب الرابطه الهيدروجينيه دي بقى يا استاذ ايه فايدتها؟ والله ده قال لك ان هي بتعمل لي على اذابه المواد او الاملاح، بتخلي الاملاح بالنسبه لي متهدرته، يعني مذابه كده في الميه. زي مين؟ زي يا باشا لو NaCl حطيته ليا في H2O هيديك ايه؟ هيديك Na موجب زائد Cl سالب. تمام؟ تمام جدا. طيب لما نيجي للي بعده، قال لك برضو ان الهيدروجين ديت، قال لك كده ان الهيدروجين ديت هي المسؤول او الرابطه الهيدروجينيه. الرابطه الهيدروجينيه الرابطه الهيدروجينيه هي المسؤوله عن ارتفاع درجه الغليان. درجه مين؟ الغليان بالنسبه للماء. ازاي بقى يا استاذ؟ فهمنا اكتر. هقول لك يا باشا، مش درجه الغليان بتاع الميه 100 درجه مئويه؟ دي كبيره جدا مقارنه بمين؟ بالمركبات اللي هي بتشبهها اللي هو ال H2S. طيب ليه يا استاذ؟ لان ده بيحتوي على الرابطه الهيدروجينيه، اما ده لا يحتوي على الرابطه الهيدروجينيه. ده اكثر قطبيه، ده اكثر ايه؟ قطبيه. اما ده اقل في القطبيه منين؟ من الماء، فعشان كده بتبخر اكتر. حلو الكلام. تعالى نقرا بقى الكلام ده كله مين اللي موجود عندك فين في الكتاب ببساطه. بص يا باشا، هو قال لك هي اداه قطبيه الماء، وذلك تنجذب الالكترونات اي الاكسجين اكثر سالبيه عن ذره الهيدروجين، وبتنجذب كده الالكترونات تجاه ذره المكونه شحنه سالبه جزئيه زي ما احنا قلنا، وادي الشحنتين اهو اللي موجودين عندك. طيب على ذره الاكسجين وشحنه موجبه جزئيه على ذره الهيدروجين، وما يعرف قطبيه جزيء الماء. ماشي. نتيجه القطبيه دي بقى ارتباطها بجزيئات الماء الاخرى فيما يسمى بالروابط الهيدروجينيه نتيجه للقطبيه. طيب لما تكون روابط هيدروجينيه من يعطي الماء القدره على اذابه الكثير من الاملاح وتفككها الى ايونات متهدرته، زي ما انت هتشوف دلوقتي لما يجي بقى يا باشا يديك المثال بتاع ال NaCl اهو. ادي المثال بتاع ال NaCl H2 اديني Na موجب وCl ايه؟ سالب. طيب قال لك بعد كده برضو ان برضو قابليه جزيئات الماء، قابليه الجزيئات بتاع الماء على تكوين رابطه هيدروجينيه سببا اساسي في ارتفاع درجه غليان الماء ل 100 درجه مئويه تحت ضغط الجو المعتاد، مقارنه بتلك اللي بيشبهها في التركيب الميه H2O كبريتيد الهيدروجين H2S. في الاثنين متقاربين جدا في التركيب، مع ان H2S ده بيغلي عند كام؟ سالب 61. يعني اصلا في الوسط بتاعنا هنا كده غاز، في الوسط اللي احنا فيه ده دلوقتي ده عباره عن غاز. حلو، لانه هو اصلا بيغلي عند سالب درجه حراره ايه؟ 60. جميل جميل. هنيجي بقى يا باشا للتميز. قال لك ايه في التميز في الكتاب عشان تيجي تفهم كده وتيجي تذاكره؟ التحلل المائي ببساطه هو عكس التعادل. لما اجي اكتب لك كده عكس التعادل. ازاي بقى يا استاذ؟ لما كان التعادل كان حمض زائد قاعده هيديك مين؟ هيديك ملح زائد ماء. حلو. طيب لو انا عكست السهم كده ده اسمه تميز.
اللي هو ايه؟ اللي هو انا حللت الملح في الميه هيديني حمض وقاعده. توجد بقى بيقول لك ايه؟ توجد نسبه ضئيله من جزيئات الماء في صوره ايونات هيدروجين موجبه وايونات هيدروكسيد سالبه. يعني ايه ايونات هيدروجين موجبه وايونات هيدروكسيد سالبه؟ يعني من الاخر كده موجود في نسبه ضئيله جدا من الميه في صوره ايونات. طيب النسبه الكبيره في صوره جزيئات اللي هي ال H2O. اما الصوره الضئيله بتبقى في صوره H موجب و OH ايه؟ سالب. من اللي ادى بقى الى تحلل مائي لبعض الاملاح الموجوده في المياه الطبيعيه واثر ذلك على توازن هذه الايونات مما يتسبب حموضه او قاعديه الماء. طيب ركز بقى معايا كده، انا يا باشا التميؤ ده اشرحه لك في ثانيه كده في الحته ديت وما تقلقش منه. ببساطه قلنا ان التميؤ عكس التعادل، فانا عندي التعادل عامل ازاي؟ حمض زائد قاعده هيديني ملح زائد مين؟ زائد ماء. طب لو عملت العكس نفس الفكره، نفس العكس بقى يبقى التميؤ. ده بالنسبه لي مين؟ التعادل. ده بالنسبه لي مين؟ التميؤ. طيب تعالى نعمل المعادلتين مع بعض كده. اول قبل ما ابدا المعادلتين، انت عارف طبعا الحمض بيكون بيتميز ليه بايون الهيدروجين الموجب، وانت عارف ان القاعده بتتميز ليه بايون الهيدروكسيد السالب. يعني مثلا لما اجي اقول لك HCl فانت عرفت ان هو حمض منين؟ من ايونات الهيدروجين. طيب لما اجي اقول لك NaOH فانت عرفت ان هو قاعده منين؟ من ايون الهيدروكسيد اللي موجود عندي. جميل جدا، حاجه جميله جدا، حلو. طيب لما اجي اقول لك بقى تعالى بص بقى نكتب المعادلات كده واحده واحده ونشغل الجمجمه مع بعض يا باشا. لما اجي اكتب المعادلات معاك حمض وقاعده، ماشي، نحط القاعده NaOH زائد HCl هيديني NaCl زائد H2O. ايه ده بقى يا استاذ؟ حمض وقاعده اداني ملح وميه. طب لو عملنا العكس، جبنا بقى الملح، ادي الملح NaCl زائد ال H2O، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيتكون عندي اللي هو مين بقى؟ Na موجب OH سالب. بس كده؟ طيب زائد مين بقى يا استاذ؟ زائد ال H الموجب Cl سالب. ايه ده يا استاذ؟ ده كده اتكون عندي قاعده، ماشي، واتكون عندي حمض. طب مش ملاحظ حاجه منك بتلاحظ كده؟ ده حمض قوي وده قاعده قويه، ماشي، قاعده قويه. جميل. طيب ليه بقى هو حمض قوي وقاعده قويه وليه انت كاتبهم لي في صوره ايونات؟ خد المعلومه، لو حمض قوي او قاعده قويه هيكتبوا ليها في صوره ايه؟ ايونات. طيب يا باشا لو بقى هو بالنسبه لي ضعيف، طب لو ضعيف ايا كان اذا كان حمض ولا قاعده هيبقى بالنسبه لي في صوره ايه؟ جزيئات. اكتبها في صوره ايه؟ جزيئات. جميل جدا. طيب انا عرفت دلوقتي ان الحمض لو قوي او القاعده لو قويه وتتكتب في صوره ايونات، وان لو ضعيفه بكتبها في صوره جزيئات. طيب افهم اكتر، عاوز افهم اكتر. افهم ايه؟ اقول لك بص يا باشا، انا امتى ازاي اعرفها حمض وامتى اعرفها ازاي قاعده؟ هديك حاجات كده تعرفها منها. هذا جدول اهو عشان لما تيجي تكتبه ولا حاجه. طيب بص يا باشا، لو انا بتكلم على الاحماض القويه ولو بتكلم على القواعد القويه، فانا عندك بعض الكلمات لما اجي اقول لك كلوريد، ولما اجي اقول لك بروميد، ولما اجي اقول لك نترات، ولما اجي اقول لك كبريتات، ولما اجي اقول لك يوديد، كل الكلام ده لو موجود اعرف ان الحمض بالنسبه لي قوي. طب تعالى نكتب الرموز بقى. انت عندك هنا كلوريد اتش موجب كده كده معايا، اشمعنى يا استاذ؟ لان حمض. Cl سالب. بروميد بي اتش موجب Br سالب. نترات اتش موجب NO3 سالب. كبريتات 2 اتش، اشمعنى 2 اتش موجب؟ عشان الوزن، لان ده تكافؤ ثنائي فيبقى SO4 سالب 2. طيب اليوديد اتش موجب I سالب. حلو. طيب القواعد القويه بقى اللي فيها الصوديوم OH كام؟ سالب، صوديوم موجب. واللي فيها البوتاسيوم الكالسيوم موجب 2، يبقى ده 2 OH سالب عشان تكافؤ. طيب اللي فيها بوتاسيوم كي موجب OH سالب. طيب اللي فيها مين؟
احنا قلنا هنا البروميديوم فيها هنا الباريوم، بي ار بي اي موجب 2 الباريوم، او اتش هنا ديت هتبقى 2 او اتش سالب عشان كل واحده تاخد واحده. طيب انا استفدت ايه من الجدول ده؟ هقول لك، هديك مثال بسيط. لما اجي اقول لك مثلا ان اتش 4 سي ال، انا عاوز اعرف المركب ده لما يتحط في الميه المحلول بتاعه هيطلع وسط حمضي ولا قاعدي؟ انا بقول لك قبل ما اكتب المعادله وقبل ما اعمل اي حاجه ببساطه يا باشا الوسط ده هيطلع حمضي. عرفت منين يا استاذ؟ لان لما بصيت على الكلور، فالكلور موجود من ضمن الاحماض القويه، كلوريد. طيب ال NH4 موجوده من ضمن القواعد القويه؟ لا، فيبقى اللي هيغلب الحمض، فالوسط في الماء هيطلع حامضي. طيب اعكس لي الدنيا كده، لما اجي اقول لك مثلا NaHCO3، طيب انا اقول لك بقى ان الوسط ده هيطلع قاعدي. مش هعرفك يا استاذ، تعالى اقول لك الصوديوم ده موجود فين؟ في القواعد القويه. طب هل البيكربونات ديت موجوده في الاحماض القويه؟ لا يا استاذ، يبقى القاعده اللي تغلب، يبقى اللي هنا الوسط هيبقى قاعدي. طيب اديك حاجه تانية، NaCl، ايه ده يا استاذ؟ ده ملح الطعام. يا باشا، طيب ملح الطعام ده ال Na موجود في القواعد القويه، والCl موجود في القواعد في الاحماض القويه، فيبقى هنا الحمض ايه؟ واحد قوي واحد مقوي، يبقى الاثنين متعادل. يبقى الحمض، يبقى لما يتحط في الوسط هيطلع عليه بالنسبه لي ايه؟ متعادل. طب لو ضعيف لضعيف هيطلع برده متعادل. حتى لو انت فاكر معايا كده، تعالى بص كده للمعادله اللي احنا عملناها. ده مين؟ حمض قوي وقاعده قويه وحمض قوي. جميل. فالحمض القوي اللي هو ده، الحمض القوي اللي هو ده، والقاعده القويه اللي هو ده، مين اللي يتغلب على الثاني؟ مفيش. يبقى الوسط هيكون متعادل. فهمت؟ يبقى انت جبتها اصلا من المركب من الاول، خليتك انت تجيبها من الاول في مين؟ في المركب. طيب تعالى اديك كده واحده وانت عارف الباقي في البيت بقى وتكمل. لما نيجي نقول مثلا نعمل البيكربونات اللي هو مثلا الامونيوم ده اللي هو كلوريد الامونيوم، هنعمل على كلوريد الامونيوم. كلوريد الامونيوم NH4Cl، فكاكوا كده هيبقى NH4 موجب Cl سالب. طيب هيذوب في ليه في مين؟ في الميه H2O، فكاكه H موجب OH سالب، ده زائد وده زائد. طب تعالى بقى يا باشا اعمل ايه؟ الموجب مع السالب، ادي اهو، ادي الموجب مع السالب، ادي الموجب مع السالب. ايه اللي هيطلع لي؟ جمع المعادله NH4Cl زائد H2O، هيطلع لي مين؟ هيطلع لي H موجب Cl سالب. ليه كده يا استاذ عملتها مفروضين عن بعض؟ ليه كده يا استاذ؟ عشان يا حبيبي ده حمض قوي، واتفقنا ان اي حاجه قويه يبقى انت لازم تكتبها في صوره ايونات. طيب لما اجي ازود عندي هنا NH4OH، ايه ده يا استاذ؟ انت كتبتها في صوره جزيء ليه؟ لان ده يا حبيبي قاعده ضعيفه، فطالما ضعيفه كتبتها ليه في صوره ايه؟ جزيئات. طالما ضعيفه كتبتها لك في صوره ايه؟ جزيئات. جميل. طيب حمض قوي وقاعده ضعيفه، مين اللي يكسب؟ الحمض. فيبقى الوسط هنا الوسط هنا حامضي. طب لما يجي يسالك سؤال حامضي، علل ليه حامضي؟ لان هنا زياده ايونات الهيدروجين الموجبه عن ايونات الهيدروكسيد السالبه، لانها اتجمعت ليها في الجزيء، فزاد لي الايون الهيدروجين الموجب. الايون لوحده زياده عندي، موجود عندي فين؟ في المركب. طيب نديكوا تفاعل كمان عشان ايه؟ ما نحرمكوش من حاجه كده ونقفل كده الفيديو، يبقى انتوا كده خدتوا الدرس بتاع المذاكره بتاع النهارده. حلو الكلام. طيب بص يا باشا، لما نيجي ناخد تفاعل ايه تاني يا استاذ؟ خدنا احنا كلوريد. طيب ناخد يا عم بيكربونات اللي هو عندك، الامثله اللي موجوده عندك في الكتاب. هو بيقول لك ايه؟ NHCO3 ده بيكربونات. طيب هيدينا ايه؟ Na موجب زائد HCO3 سالب. جميل جدا. طيب عندك مين هيتذوب فين؟ في ميه H2O، هتديني مين؟ H2H موجب زائد OH سالب. طيب ظبط بقى الدنيا كده، الموجب مع السالب اهو، ادي اهو الموجب مع السالب، السالب مع الموجب، ادي السالب مع الموجب اهو. طب جمع المعادله كده NaHCO3 زائد H2O هيدينا مين بقى يا باشا؟ Na موجب
زائد او اتش سالب. يا استاذ بقى يا استاذ ليه كتبتها كده ايونات؟ عشان هنا ده قاعده قويه، ارجع للجدول اللي انا لسه قايله، قاعده قويه، طالما قويه يبقى تكتب ليها في صوره ايونات. طيب زائد بقى مين بقى؟ زائد H2SO3 حمض الكربونيك. طب ليه يا استاذ كتبته بقى في صوره جزيئات؟ لانه ضعيف يا حبيبي، قلت لك الضعيف يكتب ليه في صوره جزيئات. طيب كده حلو قوي، كده انت عرفت بقى لما يجي سؤال علل ليك ليه بقى هنا الوسط هنا بيبقى ليا قلوي او قاعدي. ليه الوسط هنا قلوي او قاعدي؟ لان ببساطه يزداد عدد الهيدروكسيد السالبه عن عدد الهيدروجين الموجبه، لانها مرتبطه عندي هنا، فيبقى ليا الوسط بالنسبه لي وسط ايه؟ قلوي. هو ده مين بقى يا باشا؟ التميز. تعالى اقراه لك في ثانيه كده، فهتلاقي الموضوع اسهل مما انا شرحته موجود في الكتاب. فالموضوع بسيط جدا في الكتاب. بيقول لك عند اضافه ملح الطعام NaCl الى الماء يتفكك الايون الصوديوم Na موجب وايون الكلوريد Cl سالب، وتظل ايونات الملح في المحلول دون ارتباط بايونات الماء، ما ارتبطتش بدور بايونات الماء، مما يجعل المحلول متعادل. ليه بقى متعادل؟ لان ايون الهيدروجين الموجب يساوي ايون الهيدروكسيد السالب. احنا وسعنا الكلام اكتر عشان تفهم كل حاجه جايه ازاي. اما في حاله بيكربونات الصوديوم حطينا المعادلات NaHCO3 يحدث تحلل الماء يؤدي الى نقص تركيز ايونات الهيدروجين نقص ايونات الهيدروجين وزياده ايونات الهيدروكسيد اللي هو AOH السالب، مما يجعل محلول الملح قاعديا، والعكس يحدث عند اذابه ملح كلوريد الامونيوم NH4Cl فيما يتحلل مائيا ويتسبب في نقص تركيز ايونات الهيدروكسيد وزياده تركيز ايونات الهيدروجين، مما يجعل محلول الملح حمضيا. في مشكله كده؟ يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الدرس بتاع النهارده. هتيجي يا باشا كده انت جيت عاوز تذاكر، هتذاكر مع الفيديو مع قرايه كتاب المدرسه، افضل ليك من الكتب الخارجيه، لا داعي للاخطاء. احنا كده كده مع بعض واحده واحده. يلا نلقاكم على الفيديو الجاي.